دنيا قارورة تركب ناس وتدلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اهلا بيكم على مطبخ الكحيانين والجماعة المفلسين. سيد افندي المفلس دائما والمسكين. النهاردة هنعمل فاصوليا البيضة بطريقة جديدة شوية. خليكم معايا 100 جرام فاصوليا بيضة منقوعين ومغسولين زي الفل وخدوا غلوة. معايا البهارات بتاعتي 11 بهارات بتوع كنوز. معايا مرق الدجاج، معايا بابريكا، معايا 7 بهارات، معايا ملح، معايا فلفل اسمر، سن الكمون. ايوه سن الكمون. معايا بقى زي ما انتوا شايفين بصلايه متقطعه قطع صغيره زي ما انتوا شايفين، بصلايه صغنطوطه خالص، وفصين توم مهروسين. ومعايا الصلصه العجيبه اللي عملناها في حلقه سابقه قبل كده، رجعوها اوعوا تنسوا. خليكم معايا اوعوا تروحوا في حته. مطبخ الكحيانين والجماعه المفلسين. سيد افندي المفلس دائما والمسكين. تحيه الخاصه لمطبخ ام حسام. ورجعت لكم زي ما انتم شايفين، ومعايا الحله بتاعتي فيها معلقه زيت واحده، وهنزل بالبصله والتومه ياخدوا تشويحه. ونقلب زي ما انتوا شايفين. كان نفسي احط حته زبده بس اللي مؤاخذه الزبده خلصت. هعمل لكم فول بالزبده الحلقه الجايه، هتاكلوا صباعكم وراه. من مطبخ عبد الله، ايوه بتاع الاقصر. الناس اللي كانت عنده وراحت الاقصر، عبد الله. احكي لكم حكايه عبد الله ده. من كام يوم كده في اول شهر 5 جات لي سفريه الاقصر، الشغل هناك، فرحت. قالوا لي عاوز تفطر؟ قلت لهم ماشي. قالوا لي تعالى نفطرك عند عبد الله. بقول لهم مين ده؟ قالوا تعالى بس. رحت في الاقصر كده شارع كده غريب، مدينه جميله واهلها طيبين جدا. لقيت راجل كبير في حدود 70-80 سنه ما بينهم، اسمه عم عبد الله، بيعمل احلى فول بالزبده. حصل طشه كده استوت. هننزل بالطماطم بتاعتنا، ونكمل حكايه عبد الله. المهم ايه يا عم عبد الله، ورينا الفول بتاعك. لقيته راجل بسيط جدا، قام جايب قدرة الفول ومطلع منها معلقتين حلوين، كبشتين حلوين، وقام جايب زبدة بلدي عليها شوية كزبرة وشوية توم، قادحهم، وقام نازل بيهم على الفول، ولا ملح ولا غير ملح. وكل يا معلم احلى فول بالزبدة، فول عم عبد الله بتاع الاقصر. هعملها لكم في حلقة جاية ان شاء الله. ما انا ما مشيتش الا لما خدت الطريقة منه. سيد افندي طبعا ما حدش يقدر يغلبه. هستأذنكم كده، لقيت كيس صلصة دهشة ماشي، قول له نحطه. عجبني بصراحة. تبا لك طماع يلا، بس يلا بينا. هننزل بال11 بهارات بتوع كنوز عشان يتمركزوا في الخليط وهو ايه بيتثبت. واخيرا زي ما انتوا شايفين اتسبكت. هننزل بالبهارات بتاعتنا، ناخد لها غلوة كده حلوة. واخيرا ننزل بالفاصوليا بتاعتنا البيضة. اوعوا تنسوا اللايك والشير على مطبخ الكحيانين والجماعة المفلسين. سيد افندي المفلس دائما والمسكين. لايك وشير. 5 دقايق على النار واحلى فاصوليا بيضة. اوعوا تنسونا في اللايك والشير.